يهوذا فاضل الشيخ الجاسوس. تخيل كده واحد حافظ القرآن بيصلي بالناس وبيخطب فيهم والكل شايفه راجل تقي وصالح، بس في الحقيقة هو جاسوس للموساد. القصة بدأت لما يهوذا هاجر من اليمن لفلسطين سنة 1946. وقتها المخابرات الصهيونية جندته علشان يشتغل لحسابهم استعدادا للحرب اللي كانوا بيخططوا ليها لتأسيس الكيان الصهيوني سنة 1948. الراجل ده لبس عباءة الإسلام كويس جدا، حفظ القرآن كامل بتفسيره وعلومه، وكان بيؤم الناس في المسجد الأقصى وفي جامع خان يونس. كان يقضي أغلب وقته هناك يصلي يرتل القرآن ويوعظ الناس في الدين والدنيا. الكل حبه وثق فيه والتفوا حواليه من كل ناحية. لكن الغريب إن الشيخ فاضل كان دايما يظهر تأييده للمجاهدين في فلسطين، كان يدعي لهم بالنصر ويحمس الشباب للجهاد. ولما دخلت قوات البطل أحمد عبد العزيز خان يونس سنة 1948 بدأ يهوذا يرتل القرآن بصوت عالي ويدعي لهم بالنصر ويقول الله أكبر الله أكبر. بس اللي محدش كان يعرفه إن الشيخ فاضل في الحقيقة كان بيشتغل لصالح العدو. ولما قامت الحرب العربية الصهيونية في مايو 1948 اتقرب من القوات المصرية اللي كانت بتحارب هناك، بل وصل لقائدها البطل أحمد عبد العزيز ونائبه كمال الدين حسين اللي بعد كده شارك في ثورة يوليو. بس المخابرات العسكرية المصرية بدأت تشك فيه، لاحظوا إنه بيختفي كل يوم بالليل كام ساعة من غير ما حد يعرف بيروح فين. فلما راقبوه اكتشفوا المفاجأة، الشيخ كان بيتسلل من معسكر المصريين على معسكر العصابات الصهيونية. وفي يوم أثناء الهدنة بين الطرفين القوات الصهيونية طلبت من المصريين شوية أدوات طبية ضرورية لعلاج ضابط مصاب، وطبعا المصريين وافقوا وبعتوا ضابط طبيب ومعاه الدواء، وكان المطلوب منه كمان يلاحظ المعسكر ويجمع أي معلومة يقدر عليها. وهنا الحظ لعب لعبته. الطبيب المصري وهو جوه المعسكر الصهيوني لمح الشيخ فاضل بنفسه هناك، شافه بعينه لكنه تجاهله علشان ما يفضحوش في اللحظة دي. ولما رجع المعسكر بلغ قيادته باللي شافه. الشكوك اتحولت ليقين واتأكدوا ان فاضل فعلا جاسوس للموساد. وبعدها اختفى فاضل تماما، ما بقاش يجي يصلي بالجنود ولا يبان في المعسكر. وقتها قرر ضابط مصري شجاع انه يتحرك، اتسلل هو وجندي بالليل على معسكر الصهاينة وقدروا يخطفوا فاضل وكتموا صوته علشان ما يصرخش وينبه العدو. رجعوا بيه واتحاكم قدام لجنة عسكرية من 3 ضباط مصريين واتحكم عليه بالإعدام رميا بالرصاص، واتنفذ الحكم فورا بعد صدوره. والضابط اللي خطفه بنفسه هو اللي شال جثته بالليل واتسلل بيها لحد قريب من معسكر الصهاينة وحط جثة الخاين هناك، فاضل عبد الله يهوذا اليهودي اللي ادعى الإسلام، اللي كان بيصلي بالمسلمين في المسجد الأقصى ويتلو القرآن وهو بيخدم أعدائهم. وبكده نكون وصلنا لنهاية القصة. الفيديو ده كان من تقديم محمد علاء، ولو حبيتوا طريقة السرد أو القصة نفسها ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. بصراحة الفترة الأخيرة نسبة المشاهدات قلت جدا ومحتاج دعمكم عشان نكمل. قولوا لي كمان في الكومنتات تحبوا أكمل في القصص الجواسيس ولا ننوع وندخل في مواضيع تانية؟ رأيكم يهمني جدا ومستني أشوف آرائكم.